بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العمل في ضرائب المبيعات. يعمل في ضرائب المبيعات، يريد التكرم بتوضيح هذا العمل حلال أم حرام. هو متزوج ويعول. هذا الأمر مبني على أن هذا الذي يعمل في الجمارك والضرائب ينوي التخفيف عن المسلمين ويقدر على ذلك أم لا. إذا كان الأمر ثابتا لا يتغير، لا يمكن تغييره لا بتقليل ولا بتكثير، وإنما هو جباية محضة خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، شيء يوضع على المستهلك لحساب هذه الهيئة، وحتى ولو كان ينفق في المصالح فإن هذا المال ليس هو الذي شرعه الله عز وجل، وليس فرض الضرائب بهذه الصورة دون جمع للزكاة الواجبة، دون تحكيم لشرع الله أولا، ومنع للمحرمات، ومنع للربا والرشوة سبب الفساد وكل المنكرات، ودون فرض الجزية على الكفار، ودون حث الناس على النفقة في سبيل الله، وإنما يبدأون مباشرة بفرض ضرائب. نقول بهذا الطريق لا، هذا أمر لا يجوز، لا يصح ولا ينسب إلى الشرع أنه أجاز ذلك، بل هذا من المكس. لذلك نقول إذا كان الشخص الذي يعمل في الضرائب إنما قصد أن يخفف على المسلمين فهو وكيل للمظلومين وقادر على ذلك، جاز له العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن كان مثلا تمر قافلته على قطاع طرق فيقول للقافلة سأتفاهم مع هؤلاء على أن نجمع من أموالنا شيئا يسيرا نكف به عن باقي الأموال، بدلا من أن نتركهم مع كل واحد منا يأخذون منه ما شاءوا وربما بالغوا في الأخذ، فيفوضه أصحاب القافلة في ذلك. فهذا وإن كان ظاهره أنه يجمع المال لصالح قطاع الطرق، إلا أنه في الحقيقة وكيل للمظلومين لا للظالمين، فهو يبذل كل جهد له في تخفيض هذا المال وتقليله، بخلاف من يعمل وكيلا للظالمين يقف على الطريق ليأخذ كل ما استطاع من زيادة، فهذا بلا شك ضمن الظالمين. أما إذا كان وكيلا للمظلومين وهو يخفف عنهم جاز عمله، والله أعلم وأعلم. بنقول هو عمل إداري مش عمل إداري، ويصب في النهاية في نية التخفيف والقدرة على التخفيف، لا ده ولا ده يبقى لا يجوز، يبقى خلاص ما يشتغلش. عشان كده ضريبة المبيعات فعلا ثابتة لا تتغير، ولذلك لا يجوز أن يعمل فيها.